Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di channel YouTube Akang Alim channel konten dakwah seni dan budaya Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولى صلى الله عليه فأسني بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتدعا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المعتقل بالأبرار الكريمة والاتباع صلى الله عليه وأستغفر الله تعالى برضا أن يقص العشرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع وأولا صلى الله عليه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في قطع الخطأ والخطأ صلى الله عليه وأنشر من قصة ومولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نادما من النسب الشريف يبدأ القرآن وسامع بالله صلى الله عليه وأستعين بأمر الله تعالى وقوتي القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه أسير اللهم قبره الكريم بأرض سبيل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقل سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة النمل ومدد خصاله الثانية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى إلى ارتقاء لمريا صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاصي في بلاد خضاعة القصية صلى الله عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الهرم المحترم فلما أجمع صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن خالد بن فهر واسمه قريش صلى الله عليه وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه فما فوقه نامي كما جنى إليه الخطير والبر صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس صلى الله عليه هو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الهرمية صلى الله عليه فسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه فهذا صلة نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه فرفعه إلى الخليل إبراهيم أنفق عنه الشارع وأبى صلى الله عليه وعدنا بلا ريب عند ذوي العلوم النثرية صلى الله عليه لذته إسماعيل نسبته ومعتمى صلى الله عليه فعاقم به من الخير تعلقت خواطبه الدنيا صلى الله عليه فكيف لا السيد الأكرم صلى الله
وسلم واسطة المنتقى صلى الله عليه مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الجاهلية صلى الله عليه أورد خير العراقب وارده في مورده الهدي ورواه صلى الله عليه مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا
عدد جده وعدد القلب وبني عدد الله صلى الله عليه عدد اللهم قدره الكريم بشرف سبيل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إفراد حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلى الله عليه نقله إلى مقره من صدقة آمنة الذرية صلى الله عليه وقصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بهمها لأنواره ذاتية صلى الله عليه وصداق المصب لهبوب نسيم الصلاة صلى الله عليه وقفيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هلالا سندسيا صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى التجر الجاني جناح ونطقت بهمه كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية صلى الله عليه وقرات الأسيرة والأسنام على الوجوه والأفكار صلى الله عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغرب ودوابها الدهرية صلى الله عليه وانتست العوالم من السرور كاساهم مياه صلى الله عليه وبشرت الجن بإجلال جماله وانتقلت الكهنة ورهيبة الرهبانية صلى الله عليه ولهجا بخبره كل هبر خبير وفي غلا مسلميتا صلى الله عليه فأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد هملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسميني إذا وضعته محمدا لأنه ساتمة أخته صلى الله عليه أكثر اللهم قبره الكريم بأربع سجي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك فلما تم من همه شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأهواله بني علي من الطائفة النجارية صلى الله عليه فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقاه صلى الله عليه فلما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه قدر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الهديرة القدسية صلى الله عليه فأخذها المخاض فولدته صلى الله